السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهارده بقى هناكله شربه وتعنيه وازاي يديكي وزن حلو من اول يوم لحد ما تذبحيه ان شاء الله. اول حاجه كده 10 كتاكيت، جبت الواحد على 17 جنيه. تمام اهو زي ما شايفين كده اهو، الواحد على 17 جنيه. طبعا الكتاكيت دي لها انواع. تمام، لو طبعا مش عارفه في الانواع زي حالتنا يعني فهتختبريه بقى انتي. اول حاجه تشوفي ايه كتكوت، يعني قبل ما تجيبيه من الراجل تشوفي تمسكيه كده اهو من الراجل مثلا وتشوفي رجليه. تمام، لو رجليه يعني زي وارمه كده ومنفنفه فالكتكوت ده في يعني تعبان. ومثلا تشوف الركبه بتاعته لو حمرة مثلا او منفنخه وارمه برضو مش كويس. طبعا تختبريه مثلا تقلبي كتكوت كده، لو قلب معاكي بسرعه يبقى كتكوت ده ايه صحته كويسه. تمام، طبعا راسه تبقى صغيره مش كبيره. طبعا الريش ما يبقاش كتير عليه، يعني يبقى خفيف الريش عليه طبعا. لان الفروجه يعني لما بتكبر او مش مليانه شعر بتبقى احسن من مليانه شعر، دي بتدي وزن اكبر. تمام، انا جبت كده ايه اول حاجه فرشه، جبت كده زي حته بلاستيك عشان الميه يعني تنزلش في الارضيه وكده. وجبت حته دفايه بقى عشان تدفيهم يعني. واحط مثلا نشاره، لو عندك نشاره برضو حلوه. انا كده حطيت نشاره اهو معاكم اهو كده. زودي كده في النشاره عشان هو بيحب النشاره تدفيه ويفتش فيها يعني. تمام اهو. طبعا دي الكتاكيت من اول يوم لحد 30 يوم لحد ما تذبحيهم. يعني مثلا انتي مثلا براحتك عايزه تخليه 3 كيلو 2 كيلو براحتك. تمام، طبعا بيكون جايبه معاه سجايه واكاله، او اهم حاجه السجايه لان السجايه مش بتخليه يكبكب ميه من بره يعني، فاهمين؟ هنجيب بقى السجايه، هقول لكم هنحط ايه فيها عشان تحته يعني تقوى ويحافظ عليه. طبعا جايبه لنده حمرا كده معلقاها من فوق، بس ما تجربهاش عليه قوي عشان ما يتحركش منها يعني، والتنفس بتاعه ما يضيقش. طبعا اهو شايفين جايبه كده لنده. اللنده دي حلوه ليه يعني تدفيه زي امه بالظبط زي الحضانه. طبعا اللنده دي صيف وشتاء معاكي، لان دي بتحافظ على التدفئه بتاعته. كل ما يكون دافي ويعني جسمه دافي يتحرك براحته. اول ما تحسيه كمشان كده مع نفسه تعرف انه ايه هو بردع. تمام، هوريكم بقى نحط ايه في الميه اهو كده. جبت السجايه كده معاكم اهو، دي طبعا 2 لتر، دي 2 لتر على اساس لتر اهو. حط فيها ايه بقى، عندك املاح معدنيه تبقى احسن، بس انا طبعا لو عندك املاح معدنيه حطي الكيس كله على ايه على لتر من الميه. لو ما عندكيش مثلا املاح معدنيه حطي شويه سكر، معلقه سكر على لتر من الميه. تمام، او ايه او عسل اسود، طبعا نفس النتيجه. تمام، هنقلبهم كده اهو معاكم. طبعا تسيبوهم عطشانين عشان ايه يشربوا. ما تحطيش اكل على طول، لا شربيهم ميه الاول بعد كده حطي لهم الاكل. كده هقلب كده السجايه اهو كده. قلبت السجايه معاكم اهي، شايفين عطشانين ازاي؟ اهم حاجه يكونوا عطشانين عشان ايه يشربوا. طبعا الميه بسكر دي او الاملاح المعدنيه اللي بتحطيها في الميه دي بيدي فيتامينات للكتكوت، يعني بيكون طبعا طالع من البيضه ويعني كاني مرهق كده تعبان من البيضه وطلوع البيضه. فانت بتعوضيه يعني بالميه والسكر او الميه والعسل او الاملاح المعدنيه. تمام، طبعا نسيت ما اقول لكم لو لقيتوا مثلا سرته منتفخه فبلاش منه. لو لقيتوا السره بتاعته منتفخه وكده منفنفه برضو بلاش منه، ده بتبقى مليانه امراض يعني، بتكون امهم كبيره في السن يعني، فايه بتتملي امراض فبتدي وراثه في الكتكوت يعني، فبلاش منه. تمام كده. طبعا خليه الميه ديت وهشيلها وهقول لكم ايه هنحط في العلفه. طبعا ده من اول يوم بياخد علفه مرحله اولى. انا طبعا بستعمل علفه الايمان، بتبقى بحسها يعني احلى حاجه، فجربتها يعني في الكتاكيت فحسيتها احلى حاجه في الكتاكيت، بتدي ميزان حلو يعني.
فهديلهم علفة الإمام. هقول لكم ايه اهو. بعد كده ما شرب هجيب طبعا طبق او حاجة يكون فيه حروف عشان ما العلفة ما تطلعش برا يعني. اهو كده هجيب كده العلفة كبشة كده يعني. طبعا اول الايام مش بياكل، اول ما يعدي 15 يوم اديله بقى في العلفة بقى، مش بيخلص من العلفة. هقول لكم ازاي امتى نغير العلفة وكده، بس خليكم معايا ويا ريت تضغطوا لايك عشان ايه يوصل لكم كل جديد مننا وتتابعونا في كتاكيتنا وتربيتنا يعني. طبعا لو لقيت الفضيلات بتاعته او الحمام بتاعهم يعني هتشيليه، لان ده برضو غلط. لو لقيتيه في المية غلط تمشي الحاجات اللي احنا حاطينها دي اكني مش حاطين حاجة، فده غلط تشيليه على طول. تمام. جبت كده ايه كبشة من العلفة اهو. كبشة مش هاكل كتير يعني، ده اول يوم ده طبعا ايه مش بياكل كتير. جبت كده كبشة من العلف، حط عليه ايه بقى عشان ايه يفتح الشهية ويعني يفتح الشهية وياكل على قد ما يقدر. طبعا العلفة ديت مش بتشال من عنده ابدا، العلفة مش بتشال من عنده خالص، لاني لو شلتيه من عنده ممكن يخس في الوزن او كده يعني. ما تخلوش يجوع كتير. تمام. خليه اكتر ما يمكن، خليه شبعان وحصيلته بتاعته تكون مليانة. هوريكم برضو ازاي تعرفون الحصيلة بتاعته مليانة وواكل. طبعا عندي كركم كده، جبت كركم ب5 جنيه. ده اهم مكون عندنا في الكتاكيت البيضة. طبعا الكركم ده ليه فوائد كتيرة في الكتاكيت البيضة، بتفتح الشهية، بتزود الوزن، طبعا بترفع المناعة عندك، خلي التنفس بتاعه مظبوط يعني. بصوا ليه فوائد في الكتاكيت جبارة يعني. طبعا عايزة تحطي مثلا معلقة مش مليانة جوه على لتر مية ماشي، بس انا هحط دلوقتي على العلف. تمام. طبعا مش هنحط، لو عندك كيلو العلف حطي معلقة يعني، كيلو علفة هتحطي معلقة من الكركم، بس انا طبعا حطيت كبشة فحط شوية بساط من الكركم. انا هوريكم مثلا هحط ايه قد ايه ثواني. جبت كده معلقة صغيرة اهو، معلقة صغيرة اهي معاكم. حط ايه، هاخد كده شوية من الكيس. يا جماعة الكركم ده اهم مكون معانا في الكتاكيت البيضة، هو والخميرة. هقول لكم برضو امتى تتحط الخميرة. ادي شوية بساط جدا جدا يعني، يمكن ده كتير. حط كده شوية على الايه، على العلفة. تمام. وايه وهخربطهم بقى زي ما قلت لكم. حط كده شوية علفة كمان اهو. عايزة تحط في المية تمام مش مشكلة، حلو برضه. كل حاجة حلوة للكتاكيت يعني. المواد الطبيعية احلى من مواد مثلا الادوية وكده. المواد الطبيعية ديت يعني زي الكركم والعسل والحاجات ديت احلى من الادوية وكده يعني. اللي حتى مضمونة يعني، مضمونة، انت عارفة بتحط ايه وفيها ايه وكده. تمام كده. ايه هشيل المية من عنده عشان ايه كفاية كده مية اهو. هشيل كده المية من عنده يعني. لو ما تكبهاش يخلصها كلها، بعد كده غيريها. طبعا لو اديتي مثلا عامل حمام فيها غيريها، لا مش مشكلة غيريها. لكن قعدت يوم ولسه ما خلصتش، لا ما فيهاش مشكلة. تمام. طبعا اهو كده بيجي على العلف. طبعا عن اول يوم ده طبعا مش بياكل، فايه بياكل بسيط. دي مثلا حساها، بصوا شايفين حساها كمشة. خليها كده تحت البندة، كل ما يتدفى وجسمه يبقى دافي كل ما يتحرك اكتر. طبعا كده خلصنا اول يوم معاكم. هوريكم بعد 5 يوم حصل ايه فيه وشكله ايه وهنديه ايه على 5 يوم، ونرجع لكم ان شاء الله بوصفات احلى وتربية احلى. وانتظرونا. مع السلامة، اشوفكم في حلقة جديدة. مع السلامة.